السلام عليكم. تفتكر ليه أغلب المتداولين بيخسروا من البورصة؟ كل المواقع اللي ليها علاقة بالتداول والبورصة بيقول إن 90% من المتداولين بيخسروا من البورصة، وبالرغم من كده بيزداد الإقبال على التداول فيها. طب إزاي كل الناس دي بتخسر وفي نفس الوقت في ناس بتكسب فلوس كتيرة جدا منها؟ طبعا الرزق كله بتاع ربنا، بس هل هي قمار ولا الموضوع ليه علاقة بالعلم؟ وليه واحد زي وارن بافيت ما زال متربع على قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم كله لسنوات كتير؟ وإيه هي الاستراتيجية اللي شغال بيها وبتكسبه؟ وهل ينفع نطبق ده علينا في بورصة زي البورصة المصرية مثلا؟ في الفيديو ده هنجاوب على الأسئلة دي كلها، وهنعرف إيه هي عادات وارن بافيت في الاستثمار وإزاي نستفيد منها لتحقيق أكبر عائد. في معلومة كده مشهورة عن وارن بافيت اللي هي بتقول إن الراجل ده بيحقق نسبة ربح سنوية أعلى من نسبة ربح أغلب الشركات في البورصة الأمريكية. إزاي الراجل ده بيعمل كده؟ وإيه قصته؟ وارن بافيت هو من أغنى 10 أشخاص في العالم على مدار 40 سنة، والراجل ده بيحقق من خلال شركته نسبة عائد مركب سنوي حوالي 20% سنويا. في المقابل متوسط الشركات ال500 الأكبر في أمريكا كان لا يزيد عن 10%. عاوزك تتخيل إن الراجل ده بيحقق النسبة العالية في أمريكا بطريقة شبه ثابتة من بداية توليه رئاسة الشركة من سنة 1965. والراجل ده بيستثمر من خلال شركته في شركات كبيرة جدا زي أبل، كوكاكولا، بنك أوف أمريكا. وارن بافيت ليه مقولتين مشهورين جدا في الاستثمار، وهما: القاعدة الأولى لا تخسر المال، والقاعدة التانية لا تنسى القاعدة الأولى. والمقولة التانية بتقول: أفضل وقت للاستثمار كان قبل 20 سنة، وتاني أفضل وقت للاستثمار هو الآن. يعني الأهم من إنك تكسب فلوس أكتر إنك ما تخسرش الفلوس اللي معاك، زائد إنه بيهتم باختيار الشركات القوية ذات العائد الثابت، وإن كل ما بدأت بدري كل ما كان أحسن. مع العلم وارن بافيت نفسه بدأ بالاستثمار وهو سنه صغير جدا، بدأ وهو عنده 11 سنة. أهم حاجة إنه بيستخدم طريقة معينة في التداول، أو بمعنى أدق في الاستثمار، وهي الشراء بأقل سعر والاحتفاظ لمدة طويلة الأجل، وبيتجنب المضاربات. يعني بيشتري السهم وطبعا بيشتريه بسعر كويس أو لما يكون سعر السهم منخفض. ليه مقولة مشهورة جدا في الحتة دي، وهي: السعر هو ما تدفعه والقيمة هي ما تحصل عليه. يعني لازم تشتري السهم بسعر أقل من القيمة العادلة ليه، وكمان بيفضل محتفظ بالسهم على طول. أفضل وقت للاحتفاظ بالسهم هو إلى الأبد، وبيقوم بإعادة استثمار الأرباح، وبكده بيضمن لنفسه دخل سلبي متزايد مع الوقت، مع احتفاظه بأصل من الأصول القوية جدا وهي الأسهم. وده يودينا لنقطة تانية، وهي العائد المركب. تخيل معايا كده كرة التلج وهي بتنزل من على جبل مرتفع، ومع كل دوران وهي نازلة حجمها بيزيد. يمكن في الأول بتكون الزيادة دي قيمتها بسيطة أو غير ملحوظة، لكن مع الوقت بتحصل المعجزة، زيادة كبيرة جدا. لو خدنا الفكرة دي بالأرقام، وبافتراض إنك استثمرت رقم مثلا 100 جنيه بزيادة مركبة نسبتها 20% في السنة، مثلا بعد سنة الرقم هيكون 120، بس بعد 5 سنين هيبقى 248، وبعد 20 سنة هيكون 3833، يعني أكتر من 28 ضعف الرقم. ونلاحظ في البداية الفرق هنا مش كبير، لكن مع الوقت بتحصل طفرات كبيرة، عشان كده بيسموها من عجائب الدنيا. خلي بالك احنا هنا حسبنا الرقم اللي هتستثمره أو هتحطه في الاستثمار مرة واحدة. لو حسبنا انك هتحط رقم شهري أو سنوي بشكل منتظم مع الفلوس والأرباح، هنروح لمستوى تاني خالص، وهتشوف مع الوقت أرقام مش هتتخيلها. ألبرت أينشتاين يقال إن هو قال: العائد المركب هو أعظم اكتشاف رياضي للبشرية، من يفهمه يكسب منه، ومن لا يفهمه يدفع ثمنه. بس كده.
احنا هنا هناخد من طريقة وارن بافيت الشراء والاحتفاظ، وهندخل معاها طريقة الاستفادة من العوائد والبونص وإعادة استثمارها، وكمان هنشتغل بطريقة الشراء على مراحل عشان نعمل متوسطات سعرية كويسة. يعني بدل ما نشتري مثلا ب5000 جنيه كل شهر يوم واحد أيا كان السعر، لا، احنا هنا هنختار أحسن وقت أو أقل سعر خلال الشهر عشان نعمل أقل متوسط سعر شراء، وهنعمل كده كل شهر، وده هيوفر لنا أرباح أكتر. طب الكلام ده كويس قوي، نطبق كده إزاي؟ هناخد مثال بسيط، سهم زي مصر للألمنيوم، شركة قوية بتحقق أرباح وبتوزع أرباح كل سنة، ليها أصول زي أراضي ومباني، وبتصنع لاحتياجات السوق المحلي وبتصدر المنتج بتاعها بيتباع بالدولار خارج الدولة. لينا فيديو تفصيلي عن إزاي نختار الأسهم القوية الثابتة في فيديو جاي إن شاء الله. هنفترض إن إحنا هنوفر 1000 جنيه للاستثمار شهريا، وهنستثمره في سهم مصر للألمنيوم زي ما اتفقنا. لو عملنا كده لمدة 5 سنين، أول سنة هنشتري بمتوسط الأسعار زي ما قلنا أقل سعر في الشهر أو في ال3 شهور مثلا هيكون 14 جنيه ونص، 12 جنيه ونص، 8 جنيه ونص، 7 جنيه و80 قرش، بمتوسط 10 جنيه تقريبا. وهتلاحظ هنا إن السهم في فترة من الفترات كان سعره قليل جدا وبينزل، والسبب هنا كان إن في ناس ما كانتش بتصبر، وأول ما السهم ابتدى ينزل باعوا هم كمان، وبالتالي السهم نزل أكتر، ودول اللي بيسموهم القطيع. وإحنا كمستثمرين دورنا إن إحنا نشتري وقت ما كل الناس دي بتبيع، وبالتالي متوسط السعر بتاعنا بيقل، وكل ما السهم ينزل إحنا بنشتري أكتر، وهكذا. خدنا أرباح توزيع السنة دي 75 قرش على كل سهم، وعملنا لهم إعادة استثمار زي ما قلنا في موضوع العائد المركب وكرة التلج، وفي السنة اللي بعدها، وهكذا. تعالى كده نحسب العائد على الاستثمار. طبعا في حاجات هناخدها في الاعتبار زي التعويم اللي حصل وزيادة سعر الدولار اللي أثر بشكل مباشر على عائدات الشركة لأنها بتصدر جزء من إنتاجها. بس اختصارا هنحسب 1000 جنيه شهريا في 12 شهر في السنة في 5 سنين اللي فاتوا، إجمالي المبلغ اللي احنا دفعناه كان 60,000 جنيه. تعال نشوف العائدات. إجمالي قيمة ال6000 سهم اللي اشتريناهم حوالي 700,000 جنيه، يعني حوالي 11 ضعف الاستثمارات في 5 سنين. ومش بس كده، انت عندك عائد سنوي هيجيلك كل سنة حوالي 50,000 جنيه سنويا، وطبعا بيزيد كل سنة طول ما انت محتفظ بالسهم. أهم حاجة في الميزة دي إنك تكون مستثمر، في إنك ما يشغلكش السهم طلع أو نزل. لو طلع خير، ولو نزل وماله نشتري منه أكتر، حتى لو السهم نزل بيا 20 ولا 30%. أنا كده كده عندي العائد اللي بيجيلي كل سنة، وهاجي بعد فترة ليكن 5 سنين مثلا، في حالة سحبت الكوبونات وتوزيعات الأرباح هكون أخدت كل الفلوس اللي أنا حطيتها، وبقى عندي 6000 سهم تكلفتها بالنسبة لي صفر، فسواء طلع أو نزل مش فارق معايا. وآخر السنة برضو في التوزيع هيجيلي نسبة الربح بتاعتي بما إني شريك في الشركة وليا نصيب في أرباحها. ممكن ناخد باختصار برضو سهم تاني من الأسهم الثابتة جدا، وهو مطاحن وسط وغرب الدلتا. سعره سنة 2020 كان 80 جنيه، وصل دلوقتي 320 ولسه بيطلع. وزع أرباح خلال ال5 سنين اللي فاتوا اللي هو من 2020 لحد النهاردة حوالي 100 جنيه، يعني أعلى من قيمته، وحاليا سعره زي ما قلنا 320 جنيه. تخيل لو اشتريت مثلا 1000 سهم وأخدت توزيع أرباحهم، يعني انت خدت اللي دفعته خلال ال5 سنين، كان هيبقى معاك حاليا 320 ألف جنيه مكسب إضافي فوق رقم استثمارك اللي دفعته، أو بلغة تانية معاك 1000 سهم من مطاحن وسط وغرب الدلتا وبتاخد أرباحهم كل سنة. عاوز أكد إن أنا ما بقولش اشتري السهم الفلاني أو السهم ده بالاسم، أنا بوريك الطريقة بغرض توضيح العائد اللي ممكن يجيلك لو اشتريت الأسهم بطريقة الاستثمار وليس المضاربة. فقرار الشراء والبيع ده قرارك لوحدك، وبساعدك تختار بناء على المعايير. أنا مش بوصي على سهم معين بعينه، أنا بشرح لك الاستراتيجية اللي تطبقها على أي سهم. وبالمناسبة دي هنزل فيديو قريب بيشرح الاستراتيجيات المختلفة بطرق مبسطة. لو وصلت لحد هنا حابب أسألك سؤال،
تفتكر الاستثمار في البورصة بالطريقة دي عالي المخاطرة ولا لأ؟